بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد. راح نحضر معكم اليوم أول حلوى لعيد الفطر إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا، لا فاقدين ولا مفقودين. جيت نحضر معكم هذه الحلوى البنينة اللي لازم تكون حاضرة في مائدتي لعيد الفطر لتختلات النسلي كراميل بمقادير بسيطة تخرج لكم كمية لا بأس بها. ما نطولش عليكم ونبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنا في ريسيبيون في باسينه حطيت قرصه ملح لازم، ضفت لها 4 مغارف كبار تاع مارغرين طريه عادي كنا خرجوها ليله من قبل من الثلاجه. نضيف لها كاس سكر ناعم، ونضيف لها ايضا نص كاس تاع زيت نباتي، نص ملعقه كبيره فانيليا. ونجي نخلط جميع المكونات بالفوي ولا بالخلاط الكهربائي، المهم حتى يتجانسوا كامل هذه المكونات وترجع لنا هذا الخليط يرجع لنا كريمي. بهذا الشكل. ونجي نضيف البيض، عندي 2 حبيبات بيض كاملين، نخلطهم تاني بنفس الطريقة حتى يتجانسوا كامل. وهنا في ذولي تختلات ما نديروش الخميره باش ما تنفخش معنا، تقعد لافورم تاعهم هكاك. ونجي نلايم بالفرينه تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه طريه، ما نعجنوهاش غير باطراف الاصابع، ندوروا ونلموها. فوالا هنا بعد ما تلمت لي ولات لي عجينه طريه، نروح نحكم ليمول تاوعي نحط فيهم كميه من العجين ونخدمهم بهذه الطريقه، وخاصه بالاحراف نحلهم مليح ونحي الزوائد من الاطراف بالموس كما راكم تشوفوا، ونثقبها بالفرشيطه. نعاود معكم واحده اخرى، نفتحها بهذه الطريقه ونرققها في الاطراف والزوائد نقلعهم بالموس ونثقبها بالفرشيطه. ندخلهم للفرن يطيبوا، انا نشعل عليهم من الفوق يتحمروا، كي نشوفهم يتحمروا نطفي عليهم ونشعل عليهم من التحت باش ما يتنفخوش معايا، يتحمروا ونجبدهم. وهنا بعد ما تحمروا لي ولاو لي بهذا اللون ما شاء الله شحال الشباب، نجي ندير لهم كراميل كنت خدمتها في الدار، راني حطيتها معكم شحال من خطره، ونحط لكم الفيديو تاعها في اخر الفيديو او في صندوق الوصف. وعندي هنايا غاناش تاع الشوكولا، عندي هنايا 300 غرام تاع شوكولا كنت قطعتها الى قطع صغيره، حطيتها في كاسرونه ورحت ضفت لها 6 ملاعق تاع الماء، يعني كل 100 غرام نحطوا لها 2 ملاعق ماء عادي من الحنفيه، ونروح نحطها فوق النار وبعد تحريك المستمر نار قليله حتى تذوب لنا وتولي لنا بهذا الشكل. نجي نفرغ في كل تختلات شويه مغرفه تاع شوكولا، وعندي انا زينتها لهنايا بشوكولا بيضاء، حطيت درت الدوائر وخدمتها بالكيردون بهذه الطريقه حتى ولات لنا زهره او ورده. وهذه هي النتيجه النهائيه. ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم. صدقوني تجي بزاف بنينه مقرمشه وتذوب في الفم مع الكراميل والشوكولا، تجي روعه، خاصه الكراميل شوفوا لي كيفاش دايره، تجي تتكسل وحدها. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، جربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. ونبقى لي غير نقول لكم سلام.